لقيت با الله يرحمه كنت اخر مره غنشوف ما عمرو ما شاف كيمشي كيصير غير هكا. انا وصلت للكوميساريه وراجل كبير ومريض. قدمينا نفسك اولا. رشيده ما قارياش عاد يلا درت نحو الاميه هنايا. زيد في 83 عنده 39 سنه. محكومه ب3 سنين ونص. مزوجه؟ لا مطلقه. مطلقه ما عندكش وليدات؟ لا. كيفاش كانت حياتك قبل ما تطيحي في هذا المشكل كامل؟ كنت بخير، كنت والدي على قد الحال، خدامه كنصايب داكشي ديال الحلوه ومعاونه والدي على قد الحال، وكنت ما خاصني حتى شي حاجه. طلقتي قبل ما تطيحي في المشكل؟ لا يلا طرا لي المشكل، درت طلاق قبل البناء. بسبب هذا المشكل طلقت. شنو هو المشكل اللي جابك لهنا؟ المشكل انا كنت كندير الحلوه، كندفع لواحد المحلات في درب عمر وبوجديه. واحد السيد حتى هو كان كيجيب الحلوه، كيجيب الكعك من اسفي بالجمله وكيعاود فيه البيع للناس. كنتي كتخدمي بوحدك ولا كنتي مع شي باتيسري ولا شي لا، محل؟ في الاول كنت كنخدم في باتيسريات، من بعد وليت كنخدم في دارنا. عندنا واحد الكراج لتحت كنخدم به في رمضان، وفي ايام كتكون الخدمه كثيره، وفي الايام العاديه كنخدم غير في دارنا. بوحدك ولا كان معاك العويه؟ في العواشر المناسبات كنشد اللي يعاونني، ولكن في الايام العاديه كنخدم غير راسي. عندي خوتي وخواتاتي مجوجين وانا اللي بقيت معاهم ديك الساعه قدام، كنخدم غير في الدار. وتلاقيت بهذاك السيد حتى هو كيدفع الحلوه، كيدفع للناس بالجمله، كيجيب الحلوه من اسفي وكيعاود فيها البيع هذاك الكعك. صافي واحد الوقيته هو يقول لي انا راه بغيت شي حد يدخل معايا براس المال، ما بغيتش الربا ونبقى نعطيه 25%. صافي بديت معاه انا بهذاك الشيء اللي عندي. تقتي فيه؟ تقت فيه حيت كان شحال من عام، شي 12 عام وكيدفع على دوك المحلات. ولكن بدينا بلا اوراق، عشوائي بلا حتى شي حاجه. بحال دابا انا طمعت، انا غلطت، ماشي ما غلطتش. بحال دابا كتعطيه مليون كيرجعوا لك مليون و50 مده شهر ولا 20 يوم، كيبيع كيجي كيف كان كيقول. هذا ماشي طمع، هذا طموح، انه انت كنتي باغا تكبري المشروع ديالك. ولكن غلط. من بعد ولا كيطلب كل مره كيجي كيقول لي خاصني هذه، ولا كيطلب داكشي اللي ما عنديش انا الغلط اللي كيطلب فلوس. وشفت لي واحد الناس دخلوا معاه، واحد طريطوره كانت كتشد ليا، حتى هي كتشد ليا كليان وداكشي، كتدخل معاه حتى هي كتعطيها ديك 9 كيعطيها الربح ديالها لمده عام. في 2019 جا قال لي خاصني 60 مليون. قال لي نوصل 60 مليون في هذا العام هذا اللي خدمتي معاه. واش شفتي داك الشيء اللي كان كيقول لك؟ كان الربح كان كيربحنا. انايا من مليون ربحت معاه 6 مليون. وهذا السيد ما كنتيش كتعرفيه من قبل، عرفتك به الحرفه؟ الحرفه. في هذاك العام واش عرفتي واش زعما العلاقه كبرات وليتي تعرفيه فين كاين؟ كان كيجي يدي غير الفلوس ويجيب فلوس، ولا تلاقينا في المحلات صافي. وما بيناتكم حتى ورقه؟ لا حتى ورقه. صافي حتى حنا كنا ولينا خدامين معاه. في الاخر وليت كنشوف بحال دابا صاحبتي عندها شي حاجه ديال الفلوس، نقول لها بغيتي تدخلي مع واحد السيد راه كاين. حنا حيت كانت بيناتنا ثقه، كنا كنديروا قرعات مع بعضياتنا وداك الشيء. كما انا كنت كنثق فيه حتى هما كانوا كيثقوا فيا، كيعطوني فلوس بلا اوراق. صافي اخر مره فاش جا قال لي خاصني في 2019 فاش قال لي راه خاصني، كملنا عام باش بدينا معاه، قال لي خاصني 60 مليون. واللي بقى كيقول لي خاصني ندفع للرباط لهنا قال لك هو كيشري الكرو بحال دابا كيشري طون ب 3 مليون كيبيعوا ب 5 مليون، كيربح فيه 2 مليون. صافي انا وليت كنجمع في الناس كنقول لهم الا بغيتو تدخلوا مع واحد السيد. شفت واحد ولد جيراننا مسكين دخل معاه ب 10 مليون اول مره، هذاك ما ربح ما والو وسوا غير تسلفها. واحد ولد جيراننا اخر باع طوموبيل. في المجموع شفت ليه 6 ديال الناس جداد. جمعتي ليه 60 مليون اللي بغا؟ ماشي 60 مليون. انا وهذيك الطريطوره جمعنا ليه 54 مليون. بحال انا جمعت الناس الجداد جمعت 27 مليون من غير الناس اللي تربحوا. هنا كتهضري على الملايين، هذا الشيء ماشي ساهل. وانت قلتي انه كنتي ما قارياش. فواش كان شي واحد اللي كيأثرك، شي واحد اللي كيوريك ورقه ستيلو؟ هذيك الطريطوره كتقول لي بلا ما نوريو هذا السيد للناس كاملين يتواصلوا معاه منهم ليه باش ما يديوش لنا هذا الرزق. يبقاو يتلاقاو عندي في المحل، وحنا اللي بغى يدخل بشي حاجه، وفي الاخر ملي يجي يعطينا حنا الفلوس وحنا اللي نبقاو نرجعوا للناس فلوسهم والربح ديالهم. هذا هو الغلط اللي درنا. حتى هي مسكينه تأذت معايا، ولكن انا برأتها في الاخر حيت انا اللي جبتو لها. صافي بقينا غاديين. فاش دا لي هذوك في الاخر، فاش دا هذوك الفلوس 54 مليون ما رجعش. كيفاش كنتي قبل ما تعطيه الفلوس؟ فاش شتي المشروع ديالك تيكبر؟ يمكن النهار الاول كنتي خدامه عند الناس، من بعد درتي كراج. هذوك الايام ما بقيتش كاع. في ايام الاخر وليت كنرجع الكوموندات اللي كيجوني، وليت
صافي شبعتي. عجزت انا، وليت فرحانه، وليت والديا ما عمرني ما خبيت عليهم شي حاجه. فاش كي ولات حياتك ديك الساعه؟ وليت فرحانه، تنقول انا تولي عندي طوموبيل، انا فهمتي وليتي مرتاحه من ناحيه الفلوس. معاه غندير دار، نقدر بزاف د الحوايج. قلتي انك كنتي مزوجه قبل ما يوقع لك المشكل، واش ديك الفتره فاش تخطبتي هذيك نيت؟ الفتره فاش دا دوك الفلوس كنت يلاه غندير العرس، كاتبت غير بالوراق. وصافي فاش مشى اخر فاش كنتي كتفكري قبل ما نوصل لهادشي، فاش كنتي واش كنتي كتفكري انك تكبري مشروع؟ يمكن انت ديري تيتر ديالك. هضري لنا على هاد التفاصيل. كنت كنقول انا ديك الطريطوره كتقولي انت غديري دارك، ما تبقايش مكرفصه والديك وتقلبي على محلات، تولي خدامه راسك، غتولي عندك فلوس ديالك، بقات كتقولي دوزي البيرمي باش تشري طوموبيل. بزاف د الحوايج فرحنا حنا، ولينا كلنا احلام كبيره. كل اللي كنا معاه كل واحد والاحلام ديالو كانت كيقول اشنو غندير. عطيتي 54 مليون. ما عطاك لا ورقه لا حتى شي حاجه؟ حتى شي حاجه. بقينا مده 3 ايام جمعنا ليه الفلوس، حيت هو علمنا مده 3 ايام بقينا كنمشيو هنا نمشيو هنا نمشيو هنا بحال نمشي مسطيين. شنو كتعرفوا على هذا السيد؟ والو غير هذاك المال. غير سميتو ونمرتو؟ انا دابا هما كانوا كيقولوا لي حنا ثقين فيك مليون في المية، واش انت ثقه في السيد؟ كنقول لهم الا دا لكم راه انا اللي ديت لكم، راه عام وانايا عطيتو فلوس عشوائي، كيدي الفلوس وكيجيب لي الفلوس حتى لباب دارنا وكيدق وكيعطيني. هذه صعيبه انه لا دا لكم انايا اللي وانت كتعرفي هذا السيد، كتعرفي عليه، قلتي المحل وسميتو يمكن ونمره التليفون وكنيسو والرقم ديال الطوموبيل. عطيتي 54 مليون؟ عطينا ليه في 2019 في شهر 11. عطيتيها له ورجعتي مرتاحه للدار؟ ولا حسيتي بالمسؤوليه؟ شويه فيها شويه الوسواس، غير على قبل الناس اللي خاصني نعطيهم فلوسهم في الوقت، ولكن ما كنتش عواله بانهم ما يجيبش ليا فلوس. كنتي تايقه انك كتقولي واش غنعطيهم داك الربح النهار اللي قلنا، ولا غنتعطل عليهم بنهار ولا يومين؟ دار معايا الاخر ديال شهر 12 عيجي، حيت ماشي انا بوحدي، راه كاينين شي ناس عطاو الفلوس على طريقي انا، مثلا ديك 5 مليون 6 مليون واحد المحلات بلا ما تابعونيش قانونيا. تابعوني انا غير 6 الناس الاخرين. عطيتي 54 مليون خد تواصل ولا غبر ولا لقينا عند ديك الطريطوره، حسبناها، عيطنا ليه، عاود حسب معانا، جمعنا ليه فلوس داهم، قال لنا في شهر 12 غنجي، وانا كنت غندير العرس في شهر 1 قبل ما تبدا كوفيد. يعني كنتو ضامنين انه العراسات مازالين والدنيا. صافي مشى، بقى كيجاوبنا في التليفون كيقول لنا انا راه يلاه فرقت هنا تسناوني. في الاخر قرب يسالي الوقت اللي دار معنا، مابقاش كيجاوبنا. انت ديك الساعه شنو كنتي كديري فاش كيعيطوا لك الناس وكيقولوا لك؟ كيعيطوا لي كنقول لهم راه غير يجي غادي نجيب لكم فلوسكم. وتا العرس قرب، با مسكين كان الله يرحمه، كيقولوا لي جلسي معنا. انا وليت كنخرج من 6 ديال الصباح ما كنجي حتى الليل. فين كتمشي؟ صافي فاش ما بقاش كيجاوبنا السيمانه الاخرى تسنينا، من ورا قطع لنا التليفون 15 يوم. اول مره ما غيجاوبكش في التليفون باش حسيتي؟ تخلعت صافي. شنو دار في راسك ديك الساعه؟ تخلعت، بقيت غير كنبكي كنقول عندها، كنمشي عند ديك الطريطوره، كنمشي عند الناس اخرين اللي عطاوه الرسوم. مشينا للمحلات كيقولوا لنا حنا ما كما انت كتجيبي لينا السلعه وكنشريوها منك، حتى هو راه هكا، حنا ما عندناش عليه، عارفينو فين ساكن ولا دارو. كان مورينا واحد البلاصه في المحمديه. واش احساس ديك الساعه 100% قال بلي انا راه تنصب عليا؟ عليا؟ باقي عندي واحد الشك، لا كان باقي عندي حتى الاخر. كتقولي لا راه يمكن واقع له شي حاجه؟ تمشي، حيت مشينا لاسفي 3 ايام وحنا كنقلبوا في الفراره المحلات من كازا حتى لاسفي. قلبنا اسفي كامل، جلسنا فيه 3 ايام. كيقول لنا ما كاينش هذا الشيء اللي كتقولوا، هاد السميه وكنيه. والفراره اللي كان كيقول لنا كنجيب منهم في جمعه وشي بلايص ما كنتش عارفاهم في اسفي، يقولوا لنا لا، كيقولوا لي الكعكه كيبرد، هاد المبالغ اللي كتقولي انت دايره الماء، كيضحكوا عليا، يقولوا لي لا هادشي راه ما كاينش. في درب عمر قلبناه كامل، كيقولوا لنا لا، حنا الكاميونات اللي كيجيبوا ديك السلعه اللي كيجيب، حيت هو كان كيجيب الطوموبيل مستوكيه، يقولوا لي هادشي اللي كتقولي ما كاينش. شي محلات كان كيدوز كيقول لهم السلام كي دايرين بخير، كنقول لهم هو اللي كان كيجي عندكم كيقول لكم زعما، كيقول لي هادو راه كندفع عليهم، يقولوا لي لا حنا كنجيبوا السلعه لراسنا. ولاو دايرين حضرتي له كيدفع لشي محل؟ من غير المحلات اللي كيدفع عليهم كنت كندفع عليهم انا. هادوك قالوا لي كيما انت كتحطي سلعتك حتى هو كيحطها، حنا ما غاديش نعرفوا مثلا العنوان ديالو ولا فين ساكن ولا عادي كيتعاملوا معاه في السلعه. بالسلعه هكواره. والمحلات اللي كان غير كيوريهم ليا مشيت عندهم كيقولوا لي حنا ما كنعرفوش. هذا الوقت كامل وانت كتصوني كتحاولي تعاودي تصوني عليه؟ كنعاودوا النمره مطفيه. مشينا لواحد كان ورانا واحد البلاصه في المحمديه بانها دار وتما ساكن، ما لقينا فيها غير الكرايه. مشينا عند دوك اللي كيكون تمايا
حساسه وداك الشيء كيقولوا لنا حنا ما عرفناش هذا السيد اللي كيفاش كتهضري عليه. انت ديك الساعه رشيده كيفاش كان الموقف ديال قدام دوك الناس كاملين اللي قلتي لهم؟ بقاو كيعيطوا حتى لاخر لحظه، صافي ما بقيتش التليفون كيبقى يصوني من الصباح حتى الليل، حتى هما تخلعوا في الاخر. صافي وليت كنمشي عند واحد صاحبتي كنخليه حتى دارنا، ما كنجيش حتى الليل. كتخلي داركم واش كتهربي من دوك الناس كتخباي؟ من دارنا ومن دوك الناس، حيت دارنا ما كان في خبارهم والو. دارنا والدي ناس دراويش خوتي، راك عارفه دوك الناس ديال الزاكوره، واخا حنا با جا صغير تزادينا هنا وكبرنا هنا، باقي عندهم فهمتي ما عزيزش عليهم مشاكل، ما عزيزش عليهم صداع، ما عزيز با خبزه كيقول لك ما تسلفيهاش ليا من الحانوت، الا ما عندكش سنيني حتى نجي وما تاخديهاش من الحانوت. وحتى الدرب كله عارفين بان دوك الناس ماشي ديال المشاكل. صافي بقيت انا كنمشي كنغبر كنجي كيقول لي با غير مالك، خواتاتي كيقول لي العرس قرب، انت ما تخيطي والو، ما غديري والو، نجي ولا كحل هادشي يلاه خرج ليا مبهدله، كنجي حالتي حاله ما العالم بيا غير الله هز همي وما باغيني. كنت كيسولوني على من غيعرضوا وعلى اشنو غيديروا، انا ما مرفوعه همي هزه بوحدي. غير انا وواحد صاحبتي كنمشي عندها براجلها كيقلب معايا، الراجل كيقول لي انا ما نكونش شفار ويعطيوني المبالغ نولي شفار، واش انت مسطيه بلا اوراق؟ كلشي كيعيرني الناس اللي عارفين. هذيك الطريطوره ولاو كيمشيو عندها المحل كيقولوا لها رشيده تفاس علينا التليفون وانت معاها هي وراجلها، حيت هي مسكينه حتى هي طمعات، بس كتقول لي كتقول لهم انا ورشيده فهمتي ضامنينكم. ضامنينكم. كانت غتعطي حتى هي الشيكات بقوه الثقه اللي كانت ثقه فيه، حيت عام هو كيجيب لنا في الفلوس. كتقول لهم انا، وهي حتى هي تسلفات، كان عطاتو بحال مشى ليها من فلوسها 9 مليون، تسلفات من عند واحد الذهبي 16 مليون، زادتها لي باش تكمل لي 54 مليون. وكانت عندنا ديك السنين بقات خاصها غير 6 مليون كون عطيناها لي. شحال وانتي مخبعه؟ انا هاد صاحبتك هاد صاحبتي هي ولا انا؟ انتي شحال مخبيه؟ شحال زعما لا انا مخبعه داكشي وانتي اللي غابره؟ ربحت معاه حتى هو عطيته ليه. عند صاحبتي كنمشي حتى الليل حتى كتوصل ديك 12 ولا كنجي للدار كنقول لهم راه غير شي كليان ما بغانيش نصايب ليه، ما عطانيش كوموند كنصايبها ليه في دارو. داركم ما عارفينش كاع؟ ما عارفين والو حتى لاخر لحظه. صافي الناس كيقولوا لي اذا ما بغيتيش ديري معنا شي حل، الطريطوره سدات المحل حيت كيجيو كيهدوها كيغوتوا عليها فهمتي، ما خلاوها لا تخدم لا والو. قلتي الناس اللي عطاو الفلوس جيرانكم، واش هاد جيرانكم ما مشاوش عند امك وباك؟ هاد الناس اللي قلتي انهم تا ما عطاو الفلوس ولات جيرانكم؟ شي ما دارش الهضره في الدرب؟ ما وصلتش الهضره لوالديك؟ لا انا جايه دابا ملي الطريطوره صدعوها سدات حتى هي المحل وهي تقول لي تتحل لي المشكل. انا انت جبتيه ليا، انا ما فعلا انا ربحت هذا. قلت لها وصلت للمخزن غنقول لك زعما ما تظلمينيش تقولي بانني انا خافت على راسها. سدات حيت هي بعيده ساكنه في عين سبع. ملي سدات قالت لي واش عليه غير تليفونك غيجيو عندكم للدار. صافي انا يلاه جيت للدار بالليل وحده بقات فدوك الناس بقات عاسه عليا عاطيه 4 مليون وجات كتغوت كتقول لي انا 4 مليون زديتها غير راجلي حيت قلتي لي غيربحني ناخذ هذاك الرباح ديالي و4 مليون نرجعها لراجلي. وحيت خويا كان داير حتى هو تحت الدار الالومنيوم كان تحت في المحل وبقيت كنبكي كنقول لها عندك يا خويا غيسمعك وداك السيد اللي تكاتبت معاه حتى هو الفوق في الدار. كنبكي كنبوس لها في رجلها كنقول لها عافاك الفلوس كنعطيهم لك انا بشويه بشويه غير ما ديريش ليا الشوهه. ما بغاتش تمشي بقات كتغوت وهي تجلس ليا في الدروج وهي تقول يعطيني شي ضمانه ولا ما غنمشيش. انا ما عندي حتى شي شيك ديالي. الشيطان غرني. كان عندي دفتر الشيكات ديال با الله يرحمه وانا نتفكرو وانا نقول لها عندي شيك ديال با واش نعطيلك وهي تقول لي سيري جيبي. صافي جبتو عطيتو ليها هو اللي درنا فيه 4 مليون عطيتو ليها. مشات ملي مشات يومين الناس كيقولوا لي راه غادي كيجيو عندي مثلا الناس بعد كيقولوا لي راه دوك في جيراننا نيت كيقولوا لي راه باقي لحد الساعه مقدرين زعما العشره اللي كانت بيناتكم وهذا راه غيجيو لداركم. حيت التليفون صافي ضرني في راسي ولا راسي جالسه كنحس براسي غنطيح. شنو الافكار اللي كانوا كيجيوك في راسك ديك الوقيته؟ ما كناكل ما كنشرب كنقول غنموت غادي نغضب الله. كنقول لي نسمع با حيت كان فيه سكر وطونسيو يقدر يموت. خوتي كيفاش غنواجههم؟ تعذبت دازت عليا. صافي في الاخر دخلت بس البيض ورجلي كيقول لي غير مالك قولي لي غير مالك. تقول لي ما تبوش واقع لك شي مشكل ما بغيتيش تزوجي. كنقول لها حيت عندي با مزوجه عيالات يوم. كنقول لها لا. كتقول لي عاودي لينا شنو واقع لك ما بغيتش. صافي قلت لها انا غنمشي عند اختي. صافي قالت لي واش باش تقولي ليها زعما شنو غديروا داكشي في العرس. قلت لها هما ما فاهمينش كاع شنو واقع. ما فاهمين والو. اختي في مديونه. صافي مشيت عندها بقيت كنبكي قلت لها شنو واقع شنو واقع شنو واقع.
صافي الصباح خلاتني في دارها، كانت خدامه ما مشات لا خدمه لا والو، جات هي وراجلها خلاوني في الدار، عاوداتها اليوم. صافي با الله يرحمه بقى كيبكي، ومدوزو هذاك النهار قالوا لي اجي، ما قدرتش نجي، قدرت نواجه حتى شي واحد. صافي من ورا لغت ليه الناس كاملين هذوك اللي كيتسالوني، بحال دابا مثلا وحده مسلفه من عند وحده جوج قالت لها حتى رجعها لك، حتى هما كاينين شي وحدين فيهم ماشي كلهم الفلوس ديالهم، واحد ماشي ما بقاوش فيا، حتى هما بقاو فيا، حيت واحد ولد جيراننا كان خدام في وفا كاش، قال لي انا ناخذ منها 10 مليون وغادي ندخل معاك بها، وفاش يرجع لي هذا السيد فلوسي غنحط هذيك ال10 وناخذ ال1000. هزها بطريقه غير قانونيه ولا هزها بطريقه قانونيه؟ غير قانونيه، حتى هو كان غيجي للحبس. وليت ما كنفكرش غير راسي، كنفكر هاد الناس كاملين. صافي مني ما لقيت عليه هو صافي قلبت، ما خليت فين قلبت ما عندي عليه حتى شي حاجه. صافي كيقول لي اخويا غير اجي، مشينا سولنا واحد الكوميسير قال لي قال لي راه غتمشي للحبس، قال لي قانون لا يحمي المغفلين، قال لي ما عارفه عليه والو. صافي هو يقول خويا المهم شوف اختك شنو غادي دير. صافي مني جاو تجمعوا الناس، جاو ليا مع 6 الصباح، جاو كيغوتوا في الدار، كيقولوا لهم الناس راه هاد الناس ما عمرنا ما سمعنا عليهم شي مشاكل، عافاكم غير راعيو للراجل اللي مريض والظروف ديالو وداكشي. حتى هما مشويين على فلوسهم، انا ماشي لمتهم، حتى هما كيغوتوا كيقولوا لي لا بغينا رزقنا. شحال من الناس عقل على العدد ديال الناس؟ 6 من غير الناس اللي مسلفينهم حتى هما جاو، يعني وليتو شبكه، شي مسلف من شي، شي مسلف من شي روينه. صافي من بعد انا ما بقيتش قاده نبقى، بقيت عند اختي ما قدرتش نجي. ملي ولاو يوميا كيجيو كيقولوا لهم احنا ديكلارينا بها، راه حنا هادي، راه حنا ديكلاراو بك. ديكلاراو بيا. صافي مشيت عند واحد بنت اختي الاكادير، ما نقدرش نبقى في كازا. هربت. صافي ملي بقيت تمايا الشهر الاول بقاو كيتواصلوا مع الدار، كلهم ديكلاراو، حيت كان شي ديكلارا شي باقي. صافي مشيت تمايا ما كنعرف حتى شي واحد، ما عمري ما خويت دارنا، عمري كامل وانا في كازا مع والديا. كي دوزتي داك الشهر الاول في اكادير؟ صحيح ما كنعرف حتى شي واحد. بنت اختي سالات القرايه حيت كانت غير طالبه ومشات، هلا كلشي ولا خايف مني على البوليس، ما قدرت حتى باش نقول للناس اللي كاريه عندهم شنو واقع ليا حتى الاخر. خدمت عند واحد السيد حتى هو تما عنده باسيسري، وانا معاك اسمعني كنهضر في التليفون يوميا، كنهضر مع امي في التليفون، كنبقى نبكي، كتقول لي رجعوا عندنا البوليس راه، ويقول لي شوفي عاودي لي الحقيقه بنتي ليا، فهمتي يعني الخدمه موجوده في كازا، علاش جيتي لاكادير؟ انا بحال خوك غير عاودي لي. عاودت ليه، قال لي واش انت رشيرج؟ قلت ليه ما عرفتش، الناس راه مديكلارين ليا. صور لاكارت ديالي، قال لي ما تخافيش انا معاك. عيط له واحد صاحبو كوميسير، شافني واش انا رشيرج، قال لي جا عندي هذا الكوميسير مسكين حتى الخدمه، قال لي بنتي راه رشيرج في المغرب، حيتكم كنتي غير في كازا ما تنصيش عندنا. قال لي الحريه ما عندها حتى شي ثمن، بغيتي تحلي مشكلتك سيري، ما بغيتيش راه فهمتي، المهم حضي راسك. صافي بقيت مع داك السيد خدامه عنده شي 6 شهور، هو يقول لي رشيده شوفي لي شي رقم نتواصل مع داك الناس، حيت تمشى لي داكشي اللي كنت كندير حلوه مسمان حرشه، خدم لي الماء، كانت خدمتك زوينه. صافي بقيت حيت شحال من عام 16 عام وانا في هذا الدومين. صافي شافت لي مرت خويا واحد النمره ديال وحده منهم، تواصلنا معاهم، عيط ليهم هو ومراتو وانا معاهم، قال لهم انا راه من رشيده من طرفها، هي راه معايا، ما نقولش لكم المدينه اللي فيها ولكن هي راه معايا، حاولوا زعما ما عندكمش رباحيه تمشي للحبس وانتم تضيعوا فلوسكم، هي راه ما عندها والو ما دات لكم. قالوا لي هي سبب فلوسنا تمشاو، حنا ما عرفناش هذاك السيد واش مشاركه معاه، واش هي فهمتي مشات، وحنا فلوسنا ضعنا فيهم، تشردنا حتى حنا تكرفسنا. المهم بقى كيتواصل معاهم هو مرسو، كيطلب فيهم، قال لهم انايا مثلا نبقى نصيفط لكم ديك 3000 درهم ولا 4000 درهم في الشهر، راه قالت لي كنتو كديروا قرعات كبار، بقاو ديروا قرعات كل مره ياخذها واحد، وشوف لها المحسنين اللي كيخرجوا العشر في المناسبات وهذا، سمحوا لها في النص واش عطيكم النص. وما قال لهم انا يفوت رمضان ندير معكم التزام بانها غتبقى تعطيكم هذا المبلغ كل شهر، وحيدوا عليها ديروا لها تنازل. صافي قالوا لي واخا، فرحت وصيفط لهم الشهر الاول الشهر الثاني قبل ما يمشي، كان غيسالي رمضان وغنجي انا وياه هنايا لكازا باش يديروا التنازل. صافي هذيك مولات الشيك حيت ما كانش مع المجموعه فاش تجامعوا وهضروا معاه،
حيت كانت ساكنه بعيده علينا شي شويه. ملي قالوا لي راه تواصلنا مع رشيده وراه خدامه عند واحد السيد، شنو قال لنا وشنو قال لنا، ما سولات على حتى شي حاجه. هزات داك الشيك وهي دفعوا ليه. دفعات الشيك ديال الباك. دفعاتو صافي. ملي دفعاتو جاو هزوا با من الدار. صافي هي تعيط لي ملي قالت لي راه جاو داو. باك راجل كبير. راجل كبير. باش حسيتي فاش قالت لك راه باك مشى؟ صافي حطيت كلشي. داك الخوف اللي كنت خايفه من البوليس، كنت خايفه من الحبس بزاف. صافي وانا نجي شداتك من يدك اللي كضر كما كنقولوا. صافي كنقول لها مول القهوه، قالت لي شوف لك شي محامي ولا تمشي، ما عندك والو ما عارفه والو. قلت لي لا صافي ما نقدرش. مشينا للمحطه حيت كانت ديك الساعه شي 4 مع بقينا كنتسناو. مشينا للمحطه لقيت الكار الاخر، الكار اللي غيمشي لكازا باقي تسعود. صافي قلت ليه ديني نشد من مراكش نقطع الطريق وما نبقاش نتسنى في الكار حتى تسعود. ما بقات كتبان لك حتى حاجه داك الساعه؟ حتى حاجه والو. عاودت عيطات ليا امي، قالت لي راه التليفون وخداوه عليه. باش قالت لي التليفون وخداوه عليه وانا نعيط على الكوميسير. عيط جاوبني الكوميسير، قلت لي عافاك خلي با يمشي لدارو راه مريض فيه السكر وطونسيون، انا جايه عندكم. ويقول لي جي دابا. قلت لي بعيده انا في اكادير ما نوصلش للصباح. قال لي انا شنو يضمن لي جاي يبقى عندي باك تجي. صافي بقيت كنبكي كنطلب فيه كنقول لي غير خليه يمشي لدارو، انا كنوعدك بهاد الله بانني غنصبح عنده. صافي في الاخر داك الكوميسير ويقول لي قال لي علاش ما حميتيش باك، علاش هزيتي شي كبير باك ملي ما بغيتيش توصلي باك الكوميساريه وراجل كبير. صافي انا غلطت. انت واش نسيتي بلي عطيتيها الشيك؟ لا ما قلت ولا ما كنتيش عارفه؟ الشيطان فهمني، ما فكرتش في العواقب. كون ما كنتش كنسحب راسي نجي للحبس كنت كنقول لا باش ما تشوهنيش غنعطيها الشيك. انت فكرتي غير في الشوهه، ما صاحبكش انه غتكبر القضيه. ما كنتش كنسحبها تكبر. ولكن فاش حليتي المشكل مع دوك الناس اللي قلتي دوك السته، واش نسيتي بلي كاينه واحد المراه اللي عندها ضمانه لا اكبر؟ قلت يقولوها لي هي الا جات حيت هي بعيده مني ضروري كيتواصلوا بعضياتهم. حنا قالوا لها راه غتسنى حتى هي باش نجيو ونشوفوها. هي ما فكراتش دفعاتو بالزربه. صافي ويقول لي شوفي انا على وجه الله غنخلي باك يمشي. قال لي ولا وصلت ل 12 ديال غدا وما جيتيش غنجي غنهزو غنهبطو ديريكت ما غاديش نتسنى. صافي جيت شديت الطريق وصلت مع 5 ديال الصباح. وصلت لكازا تلقى لي خويا. صافي مشيت لقيت دارنا عامره. صافي سلمت عليهم لقيت با الله يرحمه كنت اخر مره غنشوف. ما عمرو ما شاف كيمشي كيصيب غير فيها كارت. انا وصلت للكوميساريه وراجل كبير ومريض. يقول لي كون كانت داري وكانوا ما عندي غير انت اللي والدك ومن بعد داري في كيتك مع الناس. انا ما عنديش وانت حطيتي راسكم مشكل وخوتك دايروش. حنا ناس على قد الحال، علاش حطيتي راسك في المشكل؟ صافي سلمت عليهم كاملين ومشيت سلمت راسي. صافي الغد اللي جاو الضحايا جاو عندي كوميساريه وجات هذيك الطريطوره حيت كانت 5 جلسات وهما كيتسناو غير فيا نجي كيأجلوا فيها باش تشد هي وراجلها. صافي وقفات قالت لي رشيده انا ما درت لك والو، هي ما كانت دايره فيها غير الخير، هي اللي كانت تبغي دير لي العرس من عندها. قلت لي هي ما دارت لي والو، انا اللي جبتو ليها وكما كان كيربحني كيربحها. كيعاود يقول لي في الكوميساريه واش معاك ما دارت لك والو. كنقول لهم اليوم الدنيا وغدا الاخر فعلا ما دارت لي والو. وحتى انت ضحيه وهزيتي كلشي بوحدك. صافي كيقول لي واش هادي عطاتك فهادوك الضحايا. كنقول ليه هادي شحال عطات وهادي شحال عطات وهادي شحال عطات. كيقول لي واش فعلا. المهم داكشي اللي كنجلسو ما كتبت حتى شي حاجه. وهذاك السيد تحط في الروشيرج غير بهذيك السميه وكنيه. مشاو لهادوك المحلات باش ياخذوا الكاميرات وداكشي. واحد اللي بانت ليهم هذيك ديال الطوموبيل واضحه. هو دابا في الروشيرج. دابا انا عام ونص وانا هنايا ما كاين حتى شي خبر عليه. فاش كنتي في المحكمه وتحكم ب3 سنين ونص، فاش مشيت داك اللي عمر ليا دار لي الزوير ورق بنكي. ما دارش ليا بانني غير عطيت الشيك ديالي. حط ليا الزوير ورق بنكي ومشاركه في المصير. فاش جيت كنت كنقول يعطوني ديك 8 شهور ولا عام ما توقعتش هذا الحكم. صافي ملي حيت ما درت لا محامي ما كانش عندي حتى باش ندافع على راسي حتى باش يديروا لي دارنا محامي ما كاين. صافي تاجلت شهر وانا ندوز. عطاني 3 سنين ونص. فاش نطق القاضي ب3 سنين ونص شنو الاحساس ديالك؟ صافي حسيت بحياتي وقفات. انا يلاه جيت الحبس كنقول عنموت. كان جاني غير شهر صعيب هنايا
عاد انا تعذبت في اكادير شحال من شهر، دوزتي حبس يمكن برا قبل ما برا، تدخلي. وخوف خصوصا فاش قال لي هذاك كوميسير بانني روشيرش، كنخاف من اي حاجه. كيبانوا لي بوليس جايين غير يفطروا عندنا، كنقول واقيلا جاي ليا، واقيلا جايين يشدوني. تعذبت واحد الاحساس ما تتوقعيش. صافي حياتي وقفات، كيقولوا لي راه باقي عندك استئناف، راه باقي تسناي، كيصبروني هنايا البنات في السجن، كيقولوا لي راه ماشي الحكم الاخير. كنتي كتوجدي لعرسك؟ كنتي كتوجدي لعرسك؟ صافي هذاك السيد فاش كنت في اكادير جيت مخبيه دايره النقاب من الناس، ودرت طلاق قبل البناء باش ما يتابعنيش هو. كنقول اللهم انا في هذا المشكل ولا نصدق في هذا. هو اللي طلب الطلاق ولا انت؟ هو في الاول قال لي ما نتسنى، ولكن فاش شاف المشكل كبر حتى هو طايب. حتى هو صافي. والسينا خلاني ثالثه، مشى الله يرحمه دار لي التنازل ديال داك الشيك، وطلب الرئيس قال لي انا راه ما بنتي راه درويش، راه ماشي ديال الحبس، وحنا ماشي ديال الحبس، راه غير غلطات، وانا مسامحه على الشيك وعافاك، راه هي اللي مقابلاني. ما بقاش كيشوف سكار ضرب لي العينين. ما عرفتش واش كان غيزيدني ولا ما، حسيت بيه بانه بقى فيه. قال لي يكون خير، والرئيس بقى كيقول لي علاش بنتي حطيتي راسك في هاد المشاكل. قلت ليه كتب عليا الله في السيناء، بقيت ثالثه. من وراها ب20 يوم الله يرحمه مات. كيقول لهم انا ما بغيتش نشوف بنتي، دمرت راسي ودمرت حتى معايا. دابا يلاه شهرين خويا الكبير حتى هو مات. اللي خرج على راسي بيدي، خرج على راسي بيدي. الحمد لله على كل حال. عمري الله ماشي الخوف ديال روشيرش. فاش تشديت شويه بحال قلت صافي هادشي اللي عطا الله بدات شويه. كون كان يكون اليوم قدامك داك غير السيد الحكم اللي جاني قاسي. انا دابا ما عنديش مشكل تبينوا لي وجهي ولا، انا دابا كنقول لي يوميا ما عمرني ما تمنيت لشي حد الشر، ولا هو ما سمحش لي لا دنيا لا اخره. كنقول لي لا ياخذ فيك الحق، شردني وسكرفس عليا وشرد الناس، دمر لي حياتي. داكشي اللي دار ليا ما يتساهلاش. انا ما عمرني ما نسمع لي لا دنيا لا اخره، حيت ماشي ديال داكشي. انا اللي كانت عندي غير 10 دراهم ديال الناس ما كنقبلش بها، وسهنايا راه الناس عارفيني ماشي ديال الحبس، اقسم بالله العظيم ماشي شفاره ولا. انا طمعت فعلا، طمعت بهذاك الربح السريع، ولكن ما نويتش هادشي يبقى ليا ولا يبقى ديال الناس، قسما يمينا بالله. هضره كثيره، ولكن ما بغيتش نزيد انني نحكي على الدبره كي كنقولوا. حاجه اخيره تبغي تقوليها؟ بغيت نقول للناس ما يبقاوش يديروا الغلط، ما يبقاوش يطمعوا راه بنادم. انا كان عندي غير شويه، كنت عايشه بيه، وكان بصدامي من كيخواش، كنت كنصايبوا الحلوه للناس، وكنجي كنتخلص وانا فرحانه، وكنفقد داكشي على والديا وعلى راسي وعايشه بخير. ما عمر بصدامي خوا، ما عمري ما تخسيت، ولكن فاش طمعت بزاف بلا ما نفكر فهمتي ودرت شي حوايج مخالفين للقانون، انا جيت للحبس. الانسان ما يغلطش في اي حاجه. شكرا لك رشيده، شكرا على البوح ديالك. سمحي لنا ما كانش القصد ابدا اننا نبكيوك. شكرا جزيلا.